قبل عدة سنوات أيضا رجل كبير السن له ولد واحد. هذا الولد عنده أطفال 3، بنت ولدين. قرر أنه يروح للعاصمة بغداد حتى يسوي لهم جوازات. فقرب أحد الوزارات اللي مختصة بالشأن المدني بالعراق حصل انفجار، فراح ضحيته هذا الشاب وزوجته، وبقوا أطفاله الأيتام على جدهم. هذا الجد هو كان أساسا هو من مدينة الكوفة والمجاورين لسكنة مسجد السهلة. فهو كان من الناس البسطاء العاملين اللي يبيع سبح ومحابس بالمدينة، يعني أيضا يتنقل إلى مدينة النجف إلى المركز الرئيسي للمحافظة بشارع الرسول أيضا، وقريب على حرم أمير المؤمنين، ويبيع السبح والمحابس. فليلة العيد طلبوا منا الأيتام أنه يتوجه لهم بهدية حالهم حال بقية الأيتام، ملابس أو هدية حالهم حال بقية الأطفال، يعني حتى يعيدون بهذا العيد. وكان هو عيد الفطر. ليلة عيد الفطر كانت أيضا ليلة جمعة ذيك السنة، يعني قبل حوالي كم سنة هي الحادثة صارت. فرجل مسكين هو ما يملك شيء، اضطر أنه يأخذ الطفلة اليتيمة وياه إلى النجف حتى يبيع تراجيها ويجيب لبقية الأيتام، يجيب لهم عيدية. وسط الزحام ليلة جمعة وليلة عيد كانت، ضاعت الطفلة، فلا الطفلة ولا التراجي. ما ظل عنده غير دليل الحائرين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقف بباب الضريح قال له: يا عيد الله اعتنيتك باكر العيد، يا عيد الله اعتنيتك باكر العيد، ترى ثوب التعب على الباب حطيت، البية مفصلات الحال معروف، أنا ببخت الزكية عليك طبيت، ولد ابني يتامى وتدري بالحال، واكتب على المحاجر ما توانيت علي، رديت الشمس خل شفك يميل، معقولة تردني الحالي للبيت، شو اسولف عن يتيم بقربك تضيع، شو اقول لهم رحت لو خالي رديت، أنا ما حلفك ببختك والكتاب بيك، أنا بشيبات أبوك أتوسلك جيت، أنا أهلي وحقك كانوا شيوخ، معازيب وكفط بداري لو جيت، علي راية العباس خلها شهود، كم لطمة على وجهه وثوب شقيت، أبيع عن تالي شيباتي سبح طين، أبيع عن تالي شيباتي سبح طين، طاسة خير يم بابك تبديت، اسألت حتى الهوى ومتن الحياطين، رحت يم قبر ابوها وخالي رديت، عادي كل عامل يمر من نذكر حسين، اشق عين الدمع وقرايه سويت، علي يجاوب الامير، علي دنق ضريحك شمرة الصوت، قال له وصل طارش قدامك قبل لا جيت، قواك الله حج تفضل ارتاح، ليش الزحمت كلك تعنيت، علي دنق ضريحك شمرة الصوت، قال له وصل طارش قدامك قبل لا جيت، حج قواك الله تفضل ارتاح، ليش الزحمت كلك تعنيت، يم شباكي بنتك قاعدة تزور، وخبر لام البنين عليها وديت، وانا تأخرت ترى كنت اشتري قماش، روح لدارك وتلقاني وديت، بدية وداعتك مديت البساط، عيديت اليتامى ولقمة خليت، روح حجي وأمن وكل عمرك ارتاح، ولا كأنك صحت لي وإيد مديت، يقولون فعلا وجد هذه الطفلة عند شباك الأمير، أخذها وعاد بها إلى الدار. يوم اللي رجع للدار شاف الأيتام يعني البيت ملتمين، يعني بالبيت هم الأطفال الاثنين البقوا، وشافوا ملابس وبطانيات وأكل وكم قطعة من تنكات الدهن والرز والسكر. فسألهم هذا منو اللي جابهن ذني شنو؟ قالوا جدو دق الباب شخص قبل يعني بعد ما طلعتوا، قال أنا اسمي حج مالك دزني سيد علي، قال ذني هدية جدكم. قال لهم جدو وصلت الهدية. الآن انتقل لأبو حسين، بدك تختار